اكيد في طبعا اكيد مسيحيين ومسلمين. في حضرتك شايفه انهي اكثر وطأة في التعامل جوه مجتمعه، المجتمع المسيحي ولا المجتمع المسلم؟ لا، هم كل الناس واخدين موقف من المتعايشين في العموم. انا مسلمه ولا مسيحيه ولا اي حاجه، الناس واخده مني موقف ان انا لو انا متعايشه باخد موقف والسلام. الاثنين بذات القصد. الناس المشكله بقى الازمه في المجتمع بتاعك الصغير. يعني لو واحده ست، طبعا هنتكلم بما اننا المراه دايما مش قادره اقول لك، يعني انت ست، يعني انت ادرى الناس بالمعامله القاسيه او الوصم اللي نازل على المراه. فالمجتمع الصغير بتاعها هو اول جلاد ليها. فتلاقي معظم السيدات ما يقولوش لاهاليهم ان هم متعايشات، او اهل جوزها ممكن يكون الزوج هو سبب الاصابه بس ما تقولش، لان في سيدات بس اكيد لازم تقول لزوج. ايوه، هما الاثنين لازم يكونوا عارفين عشان وسيله الحمايه. لو هي المصابه اول او هو المصاب الاول، لازم الاثنين يعرفوا عشان وسيله الحمايه اللي بيستخدموها اثناء العلاقه. تمام. فشفنا حالات كتير، الست توفت، الزوج اقصد توفى، اللي جم اهل الزوج اللي كانوا عارفين انها متعايشه خدوا الولاد منها وضربوها وطردوها وخدوا شقتها. شفنا ست فضلت تخدم في جوزها لحد ما بقت، يعني هو كان مصاب قبل منها فتعب الاول وهي كانت تعبانه، يعني ابتدت تخش في التعب وفضلت تخدم فيه لحد ما مات. وبعد ما وهم طول الفتره اللي هي عايشه فيها مع جوزها، اهل الزوج متهمينها ان انت بطاله وانت وحشه وانت كنت بتعملي وبتسوي وانت سبب في مرض ابننا. وحتى ابنهم خدوا منه موقف عشان هو لازال عايش مع نفس الزوجه المصابه. ومحد، يعني احنا ما بنقولش مين اللي بيصاب مين، احنا بنقول ان احنا عندنا مرضى لازم نخلي بالنا منهم مش اكتر. انا مش دوري ان انا اجلد حد واقول له انت عملت ولا ما عملتش. يعني انا يعني عيسى قال من منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. يعني للمراه الخاطئه بالظبط. فانا هتكلم في العموم، سواء كان راجل او راجل مثلا متعدد علاقات، راجل مدمن عبر الحقن، سيده بتضطر تعمل علاقات عشان تجيب قوت ولادها بتعملها لاي غرض او لاي سبب، طفل لا ذنب له، سيده اتصابت في المستشفى من نقل دم، راجل اتصاب من جهاز غسيل الكلى. اي حد، انا بعدد لحضرتك اسباب الاصابه. اي حد من الناس دي انا مش من حقي ان اقول لهم ليه. احنا عمرنا ما نسال متعايش مع فيروس الايدز انت اتصبت منين، مستحيل. في ناس بتتابع معانا باين لها كام سنه واحنا اصدقاء جدا ونتزاور في بيوت بعض، انا ما اعرفش سبب الاصابه ومش دوري ان انا اسال، مش موضوعي. انا موضوعي ان انا كجمعيه اهليه عندي خدمه للمتعايشين اقدمها للمتعايش وشكرا. انا اقول له انا مالي، انا اتصاب من ايه؟ انا مش ربنا عشان احاسبك، انا حاسبه ليه؟ ما حدش احنا ليه عايشين لبعض جلادين؟ هي دي المشكله. يعني تحت مسمى قيم غالبا زائفه. لكن الراجل او الست برضو بياخدوا نفس حاله النبذ ولا يمكن الست بقى اكبر؟ لا طبعا الست اكبر، لسه بنقول الست اكبر. الست اللي دايما حتى لو الزوج هو اللي جايب، لا ما احنا مش عرفنا، احنا مالناش دعوه. بتفضل طول حياتها، يعني حتى لو بفرض متاكدين ان الزوج هو اللي صاحب الاصابه، تمام، بعد الزوج ما بيتصاب والست وراه، ممكن يتعاملوا مع ابنهم وما يتعاملوش معاها هي، ينبذوها هي. اهلها نفسهم ممكن ينبذوها. طبعا بقى والجيران والصحاب ومش عارفين، ما حدش بيقول، هم بطلوا، ما حدش بيقول. عايز اقول لك ان الناس دي عندها امانه فظيعه. عندهم يعني مثلا حد يجي يقول لي انا عندي مشكله في اسناني، مش لاقي دكتور اسنان راضي. طب وانت ليه تقول له؟ هو بتاع مريض الفيروس سي بيقول له دكتور اسنان انا عندي سي؟ بالعكس، ده هو المفروض يخاف من السي اكتر من الايدز، من الاتش اي في. الفيروس سي بيقعد، لازم الاوتوكلاف. دلوقتي الاوتوكلاف اللي هو شكله عامل زي الميكرويف كده، ده نسبه درجه الحراره فيه بتعدي 300، ده اللي ينفع ان احنا نطهر فيه، نعقم فيه الالات. لا لو عياده ما فيهاش اوتوكلاف ممكن تبقى مرتع بقى لنقل السي من مريض لمريض. بالظبط. انما الايدز لو استخدم الاله دكتور اسنان وحطها تحت الحنفيه او سابها شويه في الهواء، خلاص الفيروس مات. ده مش محتاج حاجه خالص، مش محتاج اي حاجه، حطها شويه بس كده تحت الحنفيه. لو هنقول ان مريض قعد دلوقتي على الكرسي والمريض ده عنده ايدز، والدكتور عمال يشتغل في اسنانه ومشي، والاله، وهنقول بقى ان هو حد دكتور تحت السلم يعني، والاله فيها الدم بتاعه، وقام المريض وقعد مريض بياخد دقيقه، مريض بيقوم مريض بيقعد مثلا دقيقه، هل بالمنطق ان الاله فيها دم انا هحطها ببقك وانت هتقبليها؟ اكيد لا. اقل حاجه هيمسحها، ابسط حاجه هيمسحها بالفوطه اللي تحت ايده، خلاص الفيروس مات.
المشكله مش في ده، المشكله ان الناس عندها امانه وبتحب تقول انا يا جماعه خلي بالك انا عندي ايه، خلي بالك من نفسك. اقول لهم ما تقولوش، انا شخصيا بقول لهم ما تقولوش. لو حد عايز يروح لدكتور سنان ولا يروح عند اي دكتور يكشف عنده ما يقولش، هيفرق ايه؟ طالما هو متاكد ان هي طبيه مش هتاثر، علشان حتى هو كمان هيروح طرده او منعه. بالظبط. هما بيقول لك احنا عانينا كتير ومش عايزين الناس تعاني زينا، حرام يعني. طب انا يعني ده انا عندي حد يعني قلبه كويس، هو حد محترم اهو، طب احافظ عليه، طب يعني اعامله بنفس المعامله اللي هو يستحقها.